عارف انك ممكن تقول لي يعني كل تصميمات الذكاء الاصطناعي خلاص، يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل لك كل حاجة والتصميمات كلها هتطلع، ولكن برضو في لمسة مصمم مش هيعرف يعملها الذكاء الاصطناعي. انا عندي رؤية، عندي عين، في عندي مبادئ للتصميم. فالذكاء الاصطناعي ما اظنش اللي هو هيطلع كل اللي في دماغي، يعني استحالة، صعب. يعني مثلا انا الصورة ديت هعلمها لكم ازاي اللي انتوا تصمموها. انا طلعت الصورة دي من الذكاء الاصطناعي، والصورة طالعة بكواليتي عالمية وجيدة جدا وزي ما انا عايز بالظبط بالظبط. ولكن هل كده اهو هكتب مثلا عليها عيد مبارك وقفلنا الكلام ده شكرا على كده؟ لا طبعا. لمسة المصمم تبان، لمسة المصمم هي اللي لازم تخلص التصميم وتوافق على التصميم. فمن كده بقت كده. طبعا يعني مفيش كلام، ده احسن بكتير. طب ايه اللي خلى من ده لده؟ لمسة مصمم. يعني محدش يجي يقول لي لا والله هطلع التصميم من الذكاء الاصطناعي وانزله على كده، لا. لمسة المصمم تفرق، الاضاءات تفرق، الريتاتش يفرق، الفينش النهائي يفرق، كل حاجة دي تفرق. فما تقوليش انا هعمل تصميم على نانو بنانا وخلص الموضوع. اذا خلينا في مبدأنا، في مبدأ الفيديو دوت او في بداية الفيديو نتفق ان مبدأ اي حد هيتفرج دلوقتي على الفيديوهات بتاعتي انك تطلع التصميم من الذكاء الاصطناعي وتقفله على كده، لا، ده مش هيحصل. لازم يكون عندنا لمسة مصمم. لمسة المصمم هتودي التصميم النتيجة ديت. تعال بقى في الفيديو دوت نتعلم ازاي التصميم وصل للنتيجة دي. في كل الفيديوهات اللي فاتت اتعلمنا اللي انا اول حاجه بروح اعملها، اللي انا بروحش للذكاء الاصطناعي اديله الصوره عاديه كده اهو بمقاسها وكل الكلام دوت واروح اديله البرومت. لا، انا اول حاجه بروح افتح المقاس بتاعي اللي انا عايز اصمم عليه. وانا فتحت مقاس اللي هو 1500 في 2000، اللي هو المقاس دوت 1500 في 2000 اللي هو مقاس البورتريه. بعد كل الكلام دوت جبت صورة مستر محمد صلاح وحطيتها في النص. شكرا على كده اهو. بعد ما خدت الصورة دي سيفتها عندي ورحت على موقع الذكاء الاصطناعي بتاعي اللي انا بستخدمه، اللي هو الموقع المجاني يا جماعة، اللي انا مش بقول لكم روح اشترك في فري بيك ولا اشترك في كذا واشترك في كذا كل الهجص اللي بيتم على السوشيال ميديا اللي الواحد بيشوفه دوت كله عك. على موقع ارينا، موقع مجاني تماما، هتلاقي اللينك بتاعه في الوصف. كل الناس اللي بتتابعني هتلاقي اللي انا بشرح الموقع ده وتقول لا بشتغل على الموقع ده. اروح حطيت الصوره ورحت على شات جي بي تي علشان اطلع البرومت اللي انا عايزه. طب ايه الفكره؟ انا هديكوا بعد كده افكار، يعني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هديكوا افكار ازاي تعمل افكار. انا اتفكر هو تصميم العيد دوت عباره عن ايه؟ كحك. اروح قلت له انا عايز الراجل في شارع بيعيد وفي بالونات وعايز اللي هو ماسك صينيه كحك، وانا اخترت لونين قبل ما اعمل التصميم. وهو اللون اللي هو اللون السما تبقى زرقاء ولابس تيشيرت بينك. اللونين دول بيجذبوا العين بشكل كبير جدا، وباذن الله في اللي جاي يعني هقول لكم الالوان اللي بتجذب العين. فانا عايز التصميم يبقى فيه ايه؟ بهجه. فمبدا التصميم عندي ان هو يكون فيه بهجه. قلت له عايز صينيه كحك ويكون فيه رشاشات اطفال بيرشوا ميه. انا قصدت دوت عشان ادي شويه بعد للتصميم، ان زي في قطرات ميه كده اهو بتعمل زي عمق شويه للتصميم. فانا عندي مبادئ المصمم. اولا الالوان اللي انا اخترتها اللي هو لابس تيشيرت بينك عشان يدل على البهجه. السما لونها ازرق اهو زي ما انت شايف، وزي برضو في اضاءه شمس كده خفيفه، وفي رشاشات حاجه تدل على البهجه والعيد، وطبعا البالونات والوان البالونات الكويسه. وقلت له عايز قطرات الميه تبقى قريبه شويه من الكاميرا، وعايز الراجل يكون مبتسما فرحا من اجواء العيد. والتركيز طبعا اهم نقطه قلت له عليه اللي انا عايز التركيز يبقى على الشخص، مش عايز مثلا على المسدسات او الاطفال والكلام ده. وبس دي النتيجة. التصميم بيدل على البهجة، فاخترت ألوان بتدل على البهجة وخليت الشخص يبقى مبتسم. ده أنا مبدئي كمصمم، واختيار ألواني عشان أروح أكتب برومت وشات جي بي تي يطلع لي برومت، أروح أحطه فيطلع لي زي ما قلت لك النتيجة دي. حملت النتيجة دي من هنا. بعد كده رحت على فوتوشوب. اول ملاحظه كانت عندي وانا بدايه الشغل وانا حطيت الصوره كده اهو، والله انا شايف ان في فرق مسافه هنا كبير. فبدات اللي انا اكبر شويه واللي انا اعمل ازوم شويه على الشخص بحيث المسافه دي تقل. تاني ملاحظه عندي انا حسيت ان اللون البينك مش لون بينك، اللون السما الزرقاء مش لون سما زرقاء. فايه اللي عملته؟ رحت بعد كده جبت الهيو اند ساتيوريشن زودت الساتيوريشن. ركز معايا عشان في حاجات مش شرط اللي انا اشرحها لك واللي انا اقول لك كل تفاصيلها بالملي. طب
ازاي؟ رحت اهو، خلينا نعمل كل دوت بس في جروب، كنترول جي، تمام، ونشرح تاني اهو. رحت عملت هيو اند ساتوريشن، وزودت الساتوريشن كده سنه. بعد ما زودت الساتوريشن شفته ناحيه اللون اللي هو اللون البينك اهو، زي ما انت شايف شفته ناحيه اللون البينك. ممكن يبقى لون موف بس انا كنت مختار بالذات اللون البينك. بعد ما عملت كده اهو، رحت على اللي هو الماسك وجبت البراش تول بتاعتي وقللت الفلو، مثلا خليته على 10. طبعا الوش بقى مأفور قوي في اللون البينك دوت يعني، فما ينفعش كده. فرحت جبت عملته على اللون الاسود وقعدت امسح الوش شويه. قعدت امسح الوش شويه، والاماكن اللي المفروض تبقى برتقاني ما ينفعش تبقى لها باللون البينك. فقعدت امسح الوش، وطبعا مسحت الايد والكحك وكل الكلام ده، وطبعا وش الاطفال وايديهم من هنا ومن هنا ومن هنا. انا طبعا زي ما قلت لك مش عايز اطول في الفيديو، فادخل في شويه تفاصيل سهله. شايف بعد ما مسحت يعني اهو، يعني لو انت كده قبل كده كان لونه بينك، كده بعد كده وضحت رجعت تاني البشره زي ما كانت. بعد ما عملت كده اهو حطيت اللي هو زي ما قلت لك الهيو اند ساتوريشن بتاعتي، وبعد كده عملت يعني جمعت كل اللايرز اللي هو دوت اللي هو هيو ساتوريشن، والخلفيه اللي انا عملتها من الذكاء الاصطناعي اهي، وكبرتها شويه، انت فاهم، انا وسعتها شويه. بعد كده عملت فيد بينك او فيد بينك كده من لحظه او عملت فيد بينك كده من تحت، او الفيد البينك اللي انا عملته عشان ادي شويه عمق برضو للتصميم، ولما اضيف كتابه تبان الكتابه. طبعا حطيت الكلمه بتاعت عيد مبارك، هتلاقيني انا ان شاء الله سايب لكم لينك، وان شاء الله اللينك ده مستحدث، هيكون فيه مخطوطات كتير كتير جدا للحاجات اللي احنا هنستخدمها في التصاميم بتاعه العيد. وليكن انا اخترت ديت، اخترت الكتابه ديت اهي، تمام. بس انا عملت عليها تكست افكت. تكست افكت دوت عادي جدا سهل جدا، جبته من فري بيك، تمام. بعد ما عملت هنا دوست ضغطتين دبل كليك، بعد كده يعني عملت دبل كليك وحطيت اللي هو دي اللي هي عيد مبارك، اللي هي اخترت التايب دوت بس، وعملت كنترول اس، تمام. بعد ما عملت كنترول اس اهو طلع لي النتيجه دي. رحت اخدتها بعد كده شديتها وحطيتها هنا. طبعا هتقولي اللون مختلف، اقول لك تمام. اروح انا فين؟ هي دي، لا هي دي. عملت هيو ان ساتوريشن، يعني احنا قبل كده اهو شايف كانت كده اهو، عملت هيو ان ساتوريشن، ضغطت على هيو ان ساتوريشن اهو، وشفتها بدل من اللون الموف شفتها للون البينك اللي انا عايزه، تمام. بعد كده رحت عملت، خليها برضو نتابع النقطة دي عشان دي برضو نقط إضاءات مهمة أوي. رحت عملت بعد كده نيو لاير. بعد ما عملت النيو لاير دي عملت هنا، عملتها اللون الابيض وخليت دي اوفرلاي، وخليت دي الفلو عالي شويه، وعملت لها زي اضاءه كده اهو، تمام. بعد ما عملت الاضاءه شويه قللت شويه في الاوباستي بحيث ان هي تبقى منوره سنه اهو زي ما انت شايف. بعد كده عملت، شايف زي ما انت عارف، عملت برضو طبقه اوفرلاي، عملت طبقه سكرين تانية. سكرين دي عباره عن لون بينك من الجناب زي ما انت شايف كده اهو، من الجنب من عند وشه عشان يديله عمق او اضاءه سنه بينك على وشه، وطبعا على جناب الكلمه. ازاي دي تعملها؟ هقول لك اهو. نيو لاير عادي، ونختار مثلا درجه اللون البينك دي، وندوس اوكي. هتروح بعد كده تروح دي تعملها سكرين، تمام، وتدي هنا لمسه بينك، وهنا لمسه بينك، وهنا لمسه بينك زي ما انت شايف. بس كده خلصنا. انا ممكن ايه يعني، حسيت ان هنا البينك زياده على وشي، رحت عملت كده، عملت ماسك وقللت شويه في الفلو، وقعدت امسح مثلا. يعني لو انت عاجبك خلاص، انت فاهم الموضوع، بس الموضوع ابسط من البساطه اهي زي ما انت شايف. هل كده احنا اكتفينا؟ لا طبعا ما اكتفيناش. رحت بعد كده جبت طبقه من فري بيك. بص انا بكتب ايه برضه عشان تكون متابع معايا. جبت طبقه من فري بيك اوفرلاي، طبقات اوفرلاي، كتبت لايت اهي زي ما انت شايف، بكتب ايه اوفرلاي لايتس، وباخد اي طبقه ممكن تنفع معايا من هنا اللي انت عايزه اللي يعجبك. انت فاهم الموضوع، مش شرط اللي انا بختاره بالظبط. كده كده انا هسيب لكم كل الكلام دوت، او حتى البي اس دي كله هسيبه لك في الوصف. شايف انا اخترت الاوفرلاي دي بحطها كده اهو، وبعملها على المود اللي هو السكرين. بعد كده جبت color look up او color look up، وعملت اهو فين الكالر لوك اب اي، وعملت دي على 3 ستريب. تحس اللي هو زودت لك سنه في الساتوريشن. شايف السنه في الساتوريشن. بس بعد ما اعمل ديت اروح اجيب بقى الماسك. حسيت ان الوش زاد شويه في الساتوريشن،
رحت امسح شويه من الوش ومن الجناب ومن عند الايد وبس كده اهو. في نقطه انا نسيت اقولها لكم للامانه، فهنرجع تاني ونشرحها. هشرحها طبعا على الصوره الاصليه، يعني احنا هناخد كده اهو الصوره دي تاني اللي احنا في البدايه. بس خلينا نرجع بس كده اهو قبل كل الكلام ده. زي ما انتم شايفين دي كانت البدايه اللي طالعه من الشات جي بي تي. طبعا احنا وصلنا لمرحله متقدمه من الشرح، بس انا هرجع لك لنقطه حاجه نسيت اشرحها لكم مهمه جدا جدا والناس مهمه اللي هي تعرفها. بعد ما عملنا الهيو ان ساتوريشن تاني وبعد كده عملنا ال ال كبرنا الصوره شويه. لو تلاحظ ركز معايا بس على الوش عشان عايزك تركز في نقطه. شايف اللمعان دوت ده اسمه دوج اند بيرد، هشرحه لك دلوقتي. شايف هنا اللمعان كان خافت، بص اللمعان زايد. طب ازاي تعمل الدوج اند بيرد دوت؟ هشرح لك على الصورة اهي، الصورة دي. تمام، هشرح لك على الصورة دي. تمام، بص اول حاجة بتروح تجيب البيرن بتاعتك من هنا، اداة البيرن. شايف انا عملت ايه؟ ايه لايت، يعني عملت ايه؟ عملت جروب سمارت اوبجكت. هتضغط هنا وتدوس اوكي. بعد ما عملت دي، انت شايف دي اللي هنعمل عليها دوج اند بيرن، الطبقة دي. تمام. ازاي بقى تروح تعمل دوج اند بيرن؟ اول حاجة الاجزاء الغامقة. هنا الاجزاء الغامقة هتبتدي ان انت تعلم على الاجزاء الغامقه من فوق. شايف هنا الاجزاء الغامقه. شايف الاكسبوجر دي لازم تبقى طبعا عاملها على 4% او 3%، رقم قليل عشان الوش ما يبهوأش منك. هتعمل تركز على الاجزاء الغامقه. شايف؟ بس كده كده احنا عملنا البيرن بتاعنا اهو. نروح بعد كده على الدوج. شايف الاجزاء الفاتحه دي هنقفرها بقى، هنلمعها قوي. بص ركز معايا، شايف انا اخد كده زي حرف الفي اهي، كده زي ما انت شايف حرف الفي. ومن هنا برضو الجزء ده بتاع الخد. وشايف هنا في نقطة هنا أجزاء فاتحة، شايف الجزء الفاتحة؟ يلا أفوره بقى، أفوره. يعني عايزك تلمع الجزء ده والحتة دي. شايف الوش بدأ يلمع ازاي؟ والقورة برضو تحس ان هي فاتحة، لمعها يلا. وهنا برضو تحس ان الجزء دوت عايز يلمع اهو. ده بيعمل زي إضاءة، كأن الإضاءة كانت جاية من جنب. وطبعا عند البق برضو لمع لمع لمع. كل الكلام دوت بيدي زي إضاءة وعمق شوية للبشرة، ويخلي التصميم والمنظر العام والجودة عالية جدا. شايف؟ بص كده قبل كده بعد، كده قبل كده بعد. كده اتعلمنا الدوج اند بيرد. تعالى بقى ندخل برضو نكمل بقى ايه بقية شرحنا. بس دي نقطة مهمة كنت لازم اقولها لك، نسيت اقولها لك. وصلنا لمرحلة اللي هو الكالر لوك اب. بعد ما عملنا الكالر لوك اب قعدنا نمسح من الوش عشان حسينا اللي هو الساتوريشن سنة. رحت جبت برضو طبقة تانية اوفرلاي، وهي زي فيها قطرات كده اهو، حبيت اللي انا احطها برضو من فري بيك. بعد كده عملت زي فيد اسود عشان ادي عمق للصورة. او يعني جبت اهو نيو لاير وعملته على الاسود، وجبت البراش تول بتاعتي وقللت سنة في الفلو مثلا على 10. تمام، وقعدت اهو، قعدت اعمل كده اهو. بس اللي انت فاهم، اديت بس سنة فيد علشان ندي عمق للتصميم. بعد كده كتبت محمد صلاح، يعني كتبت هنا كده محمد صلاح، وحطيت علامات السوشيال ميديا، وبس على كده. بعد كده عملت شيفت كنترول الت اي، ورحت على كاميرا رو فلتر واديت شوية فلاتر من عندي. ايه هي الفلاتر اللي احنا هنعملها؟ اولا ممكن نزود سنة في التكتشر، طبعا دي حاجة حسب الرؤية. وممكن الكلاريتي سنة، والجرينز مثلا هنديها عشان بحب الجرينز. ممكن الفينيت ديت اللي هي تدي سواد او من الحواف كده اهو. تيجي بقى على الشاربن هنا، ممكن نزود سنة في الشاربن. ونيجي هنا على التلوين. هنا بقى التلوين الهيو مثلا ممكن نزود سنة في الهيو. تمام. ممكن السما، الوان السما اللي هي الزرقاء دي عند البلو اهو، شايف اديتها سنة وزودت سنة. ومثلا عند الاخضر قعدت كده العب اهو. يبقى كده قبل كده بعد، تحس ان احنا ادينا سنة الوان. حسيت ان الوش برضو الساتوريشن فيه زيادة، رحت انا بعمل ايه بقى في كل الكلام ده؟ بروح امسح الاجزاء اهو، يعني انت شايف كده قبل. روح امسح الاجزاء بالماسك بتاعي اللي هي حسيت اللي فيها ساتوريشن عالي شويه، وبس. يبقى دي النتيجه بتاعتنا. تصميم اقل ما يقول عنه ان هو بسيط جدا جدا جدا، والدنيا بسيطه جدا. ولكن زي ما قلت لك، المصمم لمسه المصمم تفرق. فانت
بتطلع حاجه من الذكاء الاصطناعي، الله ينور عليك، طلعت حاجه زي ما انت عايز، الله ينور عليك برضو. ولكن لمستك فين؟ لازم لمستك تكون موجوده علشان التصميم يبقى مختلف عن اي حد طلعه. كان معاكم محمد قيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.